حبيبتي تعالي النهاردة عملتلك الكسكسي بأبسط وأسهل طريقة وأقل وقت ومجهود. تعالي نشوف عملناه ازاي. وزي ما اتعودنا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والكسكسي عايزين له بس مية ودقيق وحبة ملح. واحنا بنحط المية بايدينا كده نرشرشها ونتنينا نقلب في الدقيق لغاية ما نوصل للنتيجة اللي احنا عاوزينها. بصي يا حبايب قلبي، هي دي النتيجة اللي انا عايزة اوصل لها. زي ما انتوا شايفين كده، لو شايفين كده مفيش، انا ما بحرك كده ما بيظهرش دقيق خالص. انا يعني عايزة اوصل ان الدقيق يختفي خالص ويبقى عبارة عن حبيبات كده وتكتلات متنوعة، يعني في حجمها كبيرة وصغيرة وكده. فانا كده خلصت مرحلة المية بالنسبة ان انا بحطها على الدقيق يعني وكده. بعد كده بقى هحطه في الكبة واشغله، ولو حسيت ان هو محتاج مية بزود يعني حاجات بسيطة، نقط كده من الكبة حتى وهي شغالة. ما بحطش كتير، بس دوت هشوفه بقى لما اشغله ايه في الكبة. بس هو دوت الدقيق بعد ما تحط له المية اهو اتعمل حبيبات كبيرة وتكتلات كبيرة وصغيرة. انا عاوزة اوصل للنتيجة دي، واما اطلعه على ايدي كده ما يبقاش فيه اثر للدقيق في ايدي، كله تكتلات وحبيبات صغيرة كده. انا كده حطيت نص الخليط في الكبة لان مش هتاخده كله، وهبدأ اضرب واشوفها محتاجة مية ولا لا. بصوا يا حبايبي، بعد انا ما ضربت بقى عامل ازاي، خرز اللي هي التخريزة بتاعة الكسكسي وهو ني اهو. فممكن انا يعني ممكن احط له معلقة مية كبيرة كده على الوش واضربه ضربة كمان. انا هحط له معلقة مية هيت اوزعها عليه وارجع اضربه ضربة كمان، ومش هنحتاج ان شاء الله ميه. في الوقت اللي انا بعمل فيه ده انا كنت حاطه حله على النار فيها ميه عشان تغلي، ومجهزه يعني تجهزي حته شاشه مثلا كبيره، بس مش ما تكونش مخرمه ولا حاجه عشان ما يقعش منها، او اي حاجه اللي هي الجل او القطن دي، علشان تحطيها في مصفى في قلب الحله وتسوي فيها. فانا هضربه ضربه كمان كده واشوف. انا وقفت الكبة وقلبته كده، جبت من تحت لفوق كده، فحسيت ان هو ياخد له معلقة مية كمان مليانة ورشها على وشه، لان الدقيق ده بيشرب مية كتير. فانا هحط له كمان معلقة اهي، معلقة مية كمان، والفه لفة كمان بالكبة ونشوف. انا بدأت اقلبه كمان اهو مرة كمان، فشكله كده ان شاء الله مش عايز مية كمان. وهنبدأ بقى نحطه في القماشة في قلب المصفى، ونحطه على الحلة اللي فيها المية على النار. هوريها لكم طبعا. يعني هي أكلة والله يعني بسيطة وجميلة، إذا كانت حلوة ولا حادق. اللي بيحب ياكلها باللبن والسكر والزبيب، أو بيحب يشربها بالشوربة وأي حاجة بقى مسلوقة. فهي أكلة بسيطة وخفيفة، كانت زمان أهالينا بيعملوها بتاخد غلبة بقى وبالغربال بقى وحاجات كتير يعني زي كده. فدلوقتي بقت أبسط من البساطة يعني بصراحة. وفي ناس على فكرة بتعملها في الكبة، يعني بتلغي الخطوة الأولانية اللي أنا عملتها دي، وبتحط الدقيق في الكبة وتنقط بقى من فوق من فتحة الكبة المية لغاية ما هو بقى ياخد الشكل المبروم بتاع الكسكسي. بس أنا بصراحة بحب أعمل الخطوة الأولانية ديت الأول يعني. فأنا هحطه بقى في القماشة وفي المصفى. أنا بحب أوريكم كل الخطوات بتاعتي للمصداقية. دلوقتي انا حطيت القماشه اللي هي القطن ديت في الحله، هي دي حله الكسكسي اصلا، فدي المصفى بتاعتها. فحطيت القماشه في قلبيها، وحطيت اللي انا ضربتهم وخلصوا دول، وهركنهم على جنب لغايه ما اعمل النص التاني، وبعد كده نحطهم على النار. دوت الجزء التاني اللي كان فاضل في البوله، انا حطيته في الكبه برضو وهضربه، بس مش هحط فيه ميه الا ما اضربه ضربه الاول واشوفه. هو يحتاج برضو حوالي دوت معلقه ميه، برضو هحطها له وارجع اضرب تاني. انا حطيت معلقة، هرجع اضربه بقى تاني واشوف هيحتاج ولا لأ. هيحتاج برضو حوالي يعني معلقة برضو مية كده، بس ممكن ما احطهاش كلها يعني، وارجع برضو اضربه تاني. هي معلقة مش مليانة قوي يعني، هحطها وارجع اضربه تاني
كده خلاص اهو، انا مش محتاجة مية تاني، لان كده كده بعد ما يتسوى التسوية الأولانية، أو زي ما بنقول يتبوخ التبوخة الأولانية، بنرجع نضربه برضو في الكبة، وبنشوف لو كان محتاج برضو مية بنسقيه تاني مية. هنبدأ نفضي الجزء التاني بقى على الجزء الأولاني ده، ونفردهم بإيدينا كده. بس كده، ونبدأ بقى نغطيهم. بصوا، انا في حاجة بعملها، بجيب مناديل المطبخ، وان انا بحطها من فوق الوش هنا كده، ما ببينهوش، وبعدين بغطي كده بدي بالقماشة اللي انا عاملاها، علشان خاطر البخار المية ما ينزلش عليه دايركت يعرقه، فالمناديل دي بتشربها. فانا هحطه بقى على الحلة بتاعته على المية المغلية واغطيه. وده المنظر في النهاية. انا كده حطيته وهسيبه بقى براحته، وبعد نص ساعة كده هقلبه واشوف. بص يا حبايبي، وكده بعد ما نص ساعة على النار، انا شلت من عليه الغطا والمناديل اللي انا كنت حطاها، وببدأ اقلبه. ولو حسيت ان هو لسه عايز كمان شوية بسيبه. بس اهم حاجة نبقى نخلي بالنا من المية اللي في الحلة اللي تحت المصفى، علشان المية دي لو نشفت والحلة اتحرقت وشاطت، هو بيلقط ريحة الشياط ده، بيبوظ، بيبقى طعمه وريحته الشياط. فاحنا كل يعني شوية كده نبص على الحلة، وكمان ما نملاش الحلة، ما نخليهاش توصل للمصفى من تحت، علشان ما توصلش المية للقماشة وتبشن وتعجن الكسكسي. فاحنا بنحط يعني تلتين الحلة مثلا او كده، ونخلي بالنا برضو من يعني كل شوية كده، كل مثلا تلت ساعة كده ولا نص ساعة، على حسب ما هو هياخد بقى. نبص نأمن على المية، لو لقيناها نقست قوي وخايفين ننساها، نزودها بقى تاني لغاية برضو ما تغلي. هي كده محتاج ان هو يتغطى كمان شوية وشوية كده، وهنفتحه برضو مع بعض ونشوفه. هو لسه في تبويخة تانية طبعا، وهيتضرب تاني، فهنشوفه بعد شوية. بصوا حبيبي، انا نزلته من على النار اهوت، حطيته في البولة اللي كنت انا عاملة فيها الدقيق والمية قبل كده مكانه يعني. مش لازم تغسليها يعني، او لازم تحطيها في حاجة تانية عشان ما نكومش مواعين يعني ونبهدل الدنيا. فانا بس اهوت هسيبه بس يتهوى كده شوية، بس يهدى شوية، عشان الواحد برضو يخاف على الكبة لا يحطه كده بدرجة الحرارة العالية دي يجرى لها اي حاجة. فانا هسيبه يهدى كده بس يعني 10 دقايق اول حاجة، وهرجع اضربه وازوده بقى مية. وفي الأثناء اللي أنا شيلته فيها لقيت طبعا شلت المصفى، فشوفت المية لقيتها نقصت فزودتها. فعلى بال ما أخلص هتكون إيه، بدأ وطيت عليها يعني النار. فعلى بال ما أخلص ضربه بقى ويبرد شوية هتكون غليت تاني، وأرجع أرجعه عليه. حبيبي، أنا رجعته الكبة تاني اهوت، وهبدأ أضربه وأشوف بقى هحط له قد إيه مية. ده هو بدأت أضربه. بدأنا نضرب الكسكسي عشان نفككه من بعض، ونشوف هيحتاج مية قد ايه. انا هبدأ احط له معلقة كده بمعلقة، واشوف لغاية ما احس ان هو اتشرب ومش محتاج مية تاني. فهبدأ احط له اول معلقة من برضو كوباية المية اللي احنا عاملين بيها، لسه مخلصتش لغاية دلوقتي. فانا هحط معلقة اهي، وبعد كده ابدأ اضربه تاني. لسه عاوز برضو مية تاني، حاسة ان هو محتاج يتشرب تاني، فحط له معلقة كمان. الأحسن إن احنا كده نحط معلقة بمعلقة بدل ما يعجن مننا، ونزود تاني دقيق بقى، ونرجع نعمل كل شوية مية وكل شوية دقيق، فكده أحسن. بياخد معلقة بمعلقة ونشوف هيحتاج تاني ولا لأ. أنا كده هو اتحطت له يعتبر معلقتين، هحط له معلقة كمان كده واشوف. وعلى فكرة في ناس كتير قوي خصوصا في القرى بيسقوه بشوربة البط بقى والحاجات دي. بس للأسف ما بينفعش تاكلي لو نفسك هفتك عليه، أو حد نفسه هفته عليه بالسكر، طعم الشوربة طبعا بيبقى طاغي عليه، فما بينفعش. فاحنا عشان كده بنسقيه بمية عشان ينفع للحالتين. فهناخده ضربة تاني. بص، هو كده على ما اعتقد خلاص مش محتاج مية تاني.
اهو انا حطيت له يعتبر حوالي 4 معالق ميه، وانتي في ايدك برضو ان انتي لو الدقيق بتاعك بيحتاج ميه كتير. فهو انا كده حطيت حوالي تقريبا يا 4 معالق يا 5 معالق اهو على نصه. بس كده هرجعه بقى في المصفى، في الحته في القماشه اللي في المصفى هرجعه لغايه ما اعمل الجزء التاني برضو نفس الطريقه. حطينا الجزء التاني وهنبدأ برضو نضربه عشان نفككه من بعض وبعدين نشوف المية. اهو ما شاء الله كده اهو. هنبدأ بقى نحط له معلقة معلقة برضو زي الأولاني ونضرب ونشوف. كده هنحط له أول معلقة اهي، وهنحط معلقة كمان عشان التاني طبعا، ودول كمان أكتر من التاني. فكده حطينا معلقتين مية في الأول وهنبدأ نضرب بقى ونشوف. هو كده أنا خلاص ضربت اللي هو الجزء التاني وحطيت له حوالي برضو زي التاني 4-5 معالق تقريبا. فكده كفاية مية عليه، فهرجعه بقى على النار تاني واستنى عليه. بعد برضو حوالي تلت ساعة كده اقلبه اشوفه محتاج لسه سوا ولا لأ، وبعدين هنشوفه في الاخر. هو كسكسي عامة سهل جدا في عمايله، هو الوقت كله بيتاخد بس في السوا بتاعه، بياخد سوا شوية في الطبختين الاتنين. فهرجعه بقى مكانه على النار وبعدين نشوف بعدين هنعمل ايه. حبايبي بصوا دي كانت النتيجة بتاعتنا بتاعت الكسكسي. بصوا مفرفر ازاي. انا حاطه عليه طبعا الفراخ لان احنا هناكله حادق بالشوربة. فدي النتيجة. بصوا عاملين زي الرز المفرفر كده جميل. انا حطيت عليه طبعا السمنة او الزبدة، انتي براحتك بقى الكمية اللي بتحبيها. فهي دي النتيجة بتاعته. احنا هناكله بشوربة والباقي في باقي ممكن يتاكل عادي بسكر بودرة. فهي دي الطريقة اللي احنا شفناها في الفيديو، سهلة وبسيطة. وزي ما قلنا هو ما بياخدش 10 دقايق، بس هو الوقت في التسوية شوية. وانا كمية المية اللي انا استعملتها هي يعتبر كوبايتين من اللي هي 200 ملي بتاعت الشاي العادية بتاعتنا اللي في كل بيت ديت. هم دول اللي انا استعملتهم. ولو جربتيه هيعجبك جدا والله. وما تنسيش اللايك والشير عشان يجيلك اي اشعار لاي فيديو جديد بنزله. حبايبي يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم.